كرومبو كرومبو مع المفتش كرومبو. حنبوزه لو يبوزه ربنا هداه وتاب، والفلوس اللي كان سارقها من دكتور كنس رجعها تاني لاصحابها، وقرر انه يبتدي بداية جديدة، وجالي عشان اساعده، فقررت اعينه مساعد ليا. ايه مساعد ليك؟ هو انا مش كفاية ولا ايه يا بروف؟ وبعدين يا ساس اهو جه خلاص. هلو يا مساء الكيوم. مساء الكرومب عليك. اهلا، هو حضرتك بقى حنبوزه؟ الله، بتقولي حضرتك؟ الكلمة دي أنا نفسي أسمعها من زمان، دي أول مرة حد يقول لي حضرتك. شكرا يا أستاذ ساس. ماشي شكلك طيب، بس أنت هتتمرن تحت إيدي أنا. بس يا ساس بلاش دوشة، عندنا شغل. سيد اوف سايد حكم الكورة معتزل اتسرق امبارح، كان بايت في بنسيون نكاديون، وكان معاه فلوس رايح يشتري بيها لعيب. تاني يوم وهو نايم في اوضته الساعة 5 الصبح سمع صوت الباب بيتقفل، فصحي وملقاش الفلوس. حرامي! واللي سرق مش هيخرج عن الثلاثة اللي كانوا بايتين في البنسيون وقت السرقة: صبري كدبرة الساحر، رمزي كلامسي صاحب كافيتيريا البجعة المسلوقة، وهاني ريشبشب اللي بيقعد في الريسبشن تحت. ولما سألت صبري كدبرة قال: أنا قعدت لغاية الساعة 2 بالليل بسايس في الأرنب عشان يطلع من البورنيطة، وبعدين زهقت ونمت وما صحتش غير على صوت صفارة سيد اوف سايد. ولما سألت رمزي كلامزي قال: أنا كنت سهران لحد الساعة 3 مش جاي لي نوم، فخدت قرصين منوم ونمت ما صحتش غير على صوت سيد اوف سايد وهو بيقول حرامي. ولما سألت هاني ريشبشب قال: انا ماسك الشرنت اوفيس هنا زي ما حضرتك عارف، وكنت سهران في الريسبشن وصاحي طبعا، بس زي ما تقول كده راحت عليا نومه وما صحتش ولا درتش الا على سيد اوف سايد بيقول لي سرق. انا عرفت مين اللي سرق الفلوس. ها عرفت يا حنبوزو؟ طبعا يا هندسة. وانت يا ساس؟ طبعا يا بروف اكيد. ماشي لو انت كمان عرفت اتصل وقول لنا هو مين. 1 صبري كدبرة، 2 رمزي كلامسي، 3 هاني ريشبشن. اتصل من مصر على 09191 من اي تليفون ارضي، او على 2375 من اي موبايل، او ابعت SMS على 91174، او اتصل من سوريا او ابعت SMS على 1695، او اتصل من الاردن على 0999 660، او اتصل من جميع انحاء العالم على اكسب $1000 اسبوعيا. ايوه $1000 اسبوعيا. وابقوا قابلوني في الحلقة الجاية مع تحيات المفتش كرومبو.